اشتون هول هو واحد من اكتر صناع المحتوى والفتنس انفلونسرز المثيرين للجدل الفتره اللي فاتت، خاصه بالمورنينج روتين بتاعه اللي قرفنا بيه. لما تقلب كده على الريلز او على التيك توك، حتى على اليوتيوب شورتس، هتلاقي حد ماسك الطبق وحاطط فيه ميه وتلج. الحركة اللي هو عملها دي خلته يجيب ملايين الملايين من المشاهدات. الراجل ده انا متابعه تقريبا من اول 2020، وهو كان يعني عنده حوالي 300 الف 400 الف فولور. يعني من الفتنس انفلونسرز اللي هو بيطلع يظهر جسمه، يظهر شوية تمارين كده كارديو. بفتح البيج بتاعته كده، الريلز 18.5 مليون، 43.5 مليون، 235 مليون فيو على ريل واحد. يعني اكتر من ربع مليار بني ادم شاف ريل، شاف فيديو هو منزله. وهكذا بقى، يعني كل ما تبص هتلاقي المورنينج روتين بتاعه الفشنك طبعا. وهنقول هو فشنك ليه. احنا مش طالعين ننق على الراجل ولا حاجه، بس عايزين نفهم الشخصيه دي وازاي نجحت بالشكل ده. طبعا لان هو كوتش او فيتنس انفلونسر، فلازم يحط لنفسه بيفور وافتر. فورانا صوره له كان 220 باوند، دلوقتي 218، لكن طبعا كتله عضليه اعلى وفي نفس الوقت انشف. يعني هو هنا مثلا هو عادي زيه زي اي بني ادم، يعني بيروح يتمرن شويه وبيلبخ في الاكل. يعني الراجل ده فورمته شياكه، يعني شياكه شياكه، يعني ده مش فتنس انفلونسر عادي. وغير كده هو مش بادي بيلدر، يعني هو ما بيطلعش في بطولات اولمبيا والحاجات دي، لا هو ملوش علاقه بالحاجات دي. مجرد بيتصور صور حلوه في الجيم وبينزلها. طبعا كان شغال في وظيفه 9 to 5، هو بيقول كده في 2019. هو كان لعيب امريكان فوتبول، فعشان كده معظم فيديوهاته تلاقوا الجاريه بتاعته يعني سبيشال قوي. وفعلا هو بيجري جري محترفين بالرغم ان وزنه تقيل قوي، زي الامريكان دريم بقى اللي احنا عارفينه. يعني بيدروب اوت اوف كوليدج، بنت الكلب اللي عمرها ما فادتهم باي حاجه، ملهاش لازمه الجامعه، وبيشتغل في وظيفه. ايه الدراع ده؟ ما شاء الله، يعني قيمته يعني جباره. بقى ترند سيتر، يعني في 2025 هو حط الترند، وكل الناس والفتنس انفلونسرز وكل المدربين والناس كلها بقت بتقلده. طبعا بس في حته ان هم يعني ياخدوا الاتنشن زيه، او ان هم بيتريقوا عليه. وحاجه بتميزه قوي، هو مش مهتم براي الناس فيه وبالميمز. كميه الميمز اللي بتطلع عليه رهيبه. هو مش مهتم، هو حرفيا مش مهتم. زي ما قلت لكم اشتن يعني من الناس الروتين بتاعها ده طبعا فيك. مفيش حد بيصحى الساعه 3 ونص الفجر يقعد يلعب ضغط، بيحط وشه في التلج، وقبل ما يخش ميتنج يعني هو لابس بدله بيحط وشه في التلج برضه. يعني ايه الفايده اللي هترجع عليك من كده؟ طبعا هو عايش في ميامي، وزي ما قلنا بيمثل الامريكان دريم، يونج بلاك اند ريتش. حاجه من الحاجات اللي بتدل فعلا ان هو ناجح، ان هو قدر يجيب كم الملايين من المشاهدات دي، مئات الملايين، من غير ما يعمل شبه الاونلي فانز مودلز والبورن ستارز. ما بيعملش حاجه مخله بالادب او بالذوق العام، هو بس بيوريك هو بيعمل ايه في يومه. طبعا يومه كله بقى يعني ايه، بالمسطره كده، بالشوكه والسكينه. حد بيجيب له الفوطه، حد بياكله، حد بيصوره طبعا، حد بيحط له الميه، حد بيلبسه، حد بيشيل له الشنطه، حد بيفتح له الباب بتاع العربيه. يعني ده طبعا حاجه مش حقيقيه ومش طبيعيه. حتى معظم الامريكان الاغنياء فعلا او رجال الاعمال ما بيعملوش الهجص ده. حته بقى انه يدب وشه في التلج ويمسك الموزه يقعد يدعك بيها وشه، ده مجرد حاجه كده استفزاز للجمهور. انا بعمل حاجه غير الناس الطبيعيه بتعملها اكيد. يعني مين بيصحى ياكل موزه ويقعد يدعك وشه بالقشره؟ يعني كل لقطه هو بيتصورها لازم يكون الشوت مظبوط ومتقطع ومعمول له ايديت. انت بتضحك على مين يعني؟ ده حاجه مش طبيعيه، دي حاجه مسليه نتفرج عليها على الانستجرام. طبعا باين ان هو شغله كله اونلاين، اللي هو اللابتوب لايف ستايل. طبعا البرنس ده ما بيشيلش الياسمينه، يعني هو في دايما حد بيعمل له كل حاجه. ما بيشغلش باله بقى طبعا بالتاسكات اليوميه اللي احنا بنشغل بالنا بيها، اللي هو مين هيكوي لي التيشيرت، هلمع الجزمه، هركب مواصلات او هسوق لحد الشغل. هو مفيش الكلام ده طبعا. تيجي تبص تلاقي رولكس بدل كل ريل، طبعا لازم جزمه جديده، راكب رولز رويس. طيب رسالتي ايه ليك من الفيديو ده؟ ان ده مش انت، ده مش واقعي، ولا انا ولا انت هنعرف نبقى كده. ليه؟ لان ده مش حقيقه. دي حاجه بتتصور وبتتمنتج وبتتقدم لنا، ولكن ده مش حقيقي. يعني افلام كتير قوي وانت اتفرجنا عليها في السينما، طبعا ده مش حقيقه. يعني هو في سبايدر مان في الحقيقه؟ لا مفيش، ولكن كلنا عارفين الفيلم. كذلك ده هو بيورينا ان هو بيعمل كده، ولكن هو في الحقيقه مشغول اكتر بكتير جدا من ان هو يعمل كده. ده عنده عقود، عنده ايفنتات، عنده البيزنس بتاعه ان هو بيكوتش الكوتشز اونلاين. الراجل دخل في الفئه بتاعت الناس ال1% من العالم
اللي هو شغال شغلانه مريحه بتكسب كتير، مشهور، تفتح البروفايل بتاعه على انستجرام اللي هو اكتر حاجه شهرته. يعني هو مش بيبيع مثلا برودكتس او مكملات او بيقبل اي سبونسر شيب. يعني هو اكيد طبعا الميه اللي هو ساراتوجا ووتر دي هي دي اللي هو بيعمل لها اعلان، لان هو ظاهره في كل فيديوهاته جايبه مئات الملايين من المشاهدات، اكيد هو بيعمل اعلان للميه دي. هو في كل شوطين ثلاثه لازم يظهر فيها الميه دي، سواء ازازه بتتكسر او الطبق اللي هو بيحط فيه وشه، او هو رايح المطعم برضه بيطلبها عشان يشربها. انا بصراحه ما اقدرش اسمي ده اي حاجه غير ان ده اعلان. الراجل ده دلوقتي 12 مليون متابع. في بدايه الترند بتاعه لما كنت بفتح بروفايله، انا كنت بفتحه يوميا بدون مبالغه، كل يوم بيزيد حوالي نص مليون متابع. يعني هو زاد مثلا من مليون فولور ل 12 مليون في شهر. هو بيقدم في الاول وفي الاخر حاجه مسليه، واحنا بنتفرج عليه يعني بناخده كموتيفيشن، ولكن مستحيل نقلده يعني.